يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي. قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي. الوقت طلب مني واحد قرفه باللبن وواحد ابل سيدر، اللي هو التفاح بالقرفه العيدان. سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي افتكاسات. تعالوا كده ما نعملهم مع بعض ونشوف بيتعملوا ازاي. اول حاجه هنجيب الكراف بتاعنا وهنكون مجهزين قرفه مطحونه عاديه خالص، ودي رخيصه بتتباع عند العطار. هنحط منها معلقتين وهننزل بكوبايه من اللبن. اللي عاوز يحط يعني نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه مش مشكله خالص يعني. تمام. بعد كده هنقوم رافعينها على النار وهنسيبها على النار كده لغايه يعني النار تكون وسط كده معانا، ونسيبها لما تغلى خالص. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه، بس انا حبيت اشارككم معايا الجريمه اللي بعملها ديت يعني. تمام. هنسيب بقى القرفه باللبن كده تسخن وتاخد الغلو بتاعها لغايه لما تسخن خالص. بعد كده هنقوم اخدينها ومنزلينها من على النار. انا طبعا عندي بعمل بالبخار، لكن في البيت عندنا هنعمل على البوتاجاز. بعد كده هنقوم حاطينها في الكوبايه وهنجرنش كده باي